بقول لكم ايه، انا ابني بيلعب بوكس. خلاص. طيب بصوا يا جماعه، يعني رياضه البوكس للاطفال كانت متابعه معايا في استشاره اونلاين، وبتقول ان الطفل يعني ايه كل شويه يتضرب وبينزل الشارع، واللي مش قد اخلاق الشارع بقى ايه لازم يتعلم اخلاق الشارع. فبقيت امرنه بوكس. طيب وجهه نظري في رياضه البوكس، بصوا يا جماعه، الوجه ده مكرم عند الطفل ومكرم في الاسلام. حتى اللطم على الوش حتى لو انت هتلطم نفسك فهو لا يجوز. طيب رياضة البوكس مهما قلت لي ان هو مش هيخش ماتشات، ومهما قلت لي ان هو احنا بس بنعمل كده دفاع عن النفس، فهو مسيره هيتمرن وهياخد واحدة التانية. عدوا معايا كده، بصوا يا جماعة، عندنا اتنين من اغلى الاعضاء عندنا. خلاص. طيب فتحتين مهمين جدا. البق دوت معناش منه تاني. الاذن عندنا ودنين بس. كلهم اعضاء حيوية جدا 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 في الطفل. لو خد هنا بعد الشر مش في ماتش ومناخيره اتكسرت. طيب عينيه بعد الشر. طيب ودانه لو حصل فيها حاجه او نزفت، او حتى ودان الملاكمين اللي هي بتبقى كبيره قوي كده دوت من كتر الضرب فيها. لو خد بوكس في وشه في التمرين وصف السنان اللي فوق وقع اتكسر. طب لو كان اصلا بقى غيرهم وهم اللي هيكملوا معاه واتكسر. فنصيحتي انا كدكتور اطفال، اخصائي طب اطفال وحديث الولاده، صراحه ما رشحش ابدا رياضه البوكس للاطفال. العبي اي لعبه فيها دفاع عن النفس، فيتنس، حتى لو العاب تانية. انا كنت بلعب كاراتيه زمان، ما كانش برضو في وش كتير. ده كان رأيي في رياضة البوكس، وربنا يحفظ أطفالنا.